في الفيديو اللي فات اتعرفنا على مفتاح الفولتج كارنت بروتكتور وعرفنا ازاي نتعامل مع الاعدادات بتاعته ونغيرها، وكمان عملنا تجربه عمليه وشفنا ازاي فصل لما عدى الامبير اللي احنا كنا محددينه. النهارده ان شاء الله هنتعرف على تركيب المفتاح ده في لوحه الكهرباء الموجوده عندنا في الوحده السكنيه. انا احمد داوود، دكتور هندسه. انا جيت اركب المفتاح بتاع الفولتج كارنت بروتكتور، لقيت اللوحه بالمنظر ده. انا فكيت الوش، طلعت السلوك شويه عشان احاول افضي الدنيا، لقيت زي ما انت شايف كده ادي الخطين، الفاز والنيوترال. الفاز نازل اهو داخل هنا في المفتاح ده كده، وبعدين طالع منه بكباري لبقيه المفاتيح للاحمال التانية، والنيوترال ماشي اهو، السلك الازرق التاني ده ماشي داخل مع خطوط النيوترالات للاحمال التانية، الفنيين بيقولوا عليها الاراضي. فطبعا انا عندي هنا مشكله وحشه، وهي ان انا ما عنديش مفتاح فصل رئيسي للكهرباء. الفازه واصله مباشر لبقيه المفاتيح بالكباري دي، حتى الكباري دي المفروض انها مش كويسه، يعني الافضل بار نحاس، بس ماشي يعني. المهم انه الفازه واصله مباشر للمفاتيح دي ورايحه للاحمال في جميع اجزاء الشقه. فانا هركب المفتاح دلوقتي بتاع الحمايه من ارتفاع وانخفاض الجهد المفاجئ، وبالمره هحل المشكله دي، وهاخد المفتاحين دول اوصل عليهم الفازه الرئيسي والنيوترال الرئيسي، بحيث ان انا اعملهم الاثنين دول اساسي للفازه والنيوترال، واطلع منهم بقى لمفتاح الحمايه، ثم من مفتاح الحمايه للمفتاحين دول هطلع منهم بقيه الاحمال للشقه. فخليك معايا وشوف هحل المشكله دي ازاي. دلوقتي انا بحاول اسلك الخطوط دي، بحاول افضي اللوحه شويه علشان اللوحه زحمه. هو طبعا كويس ان انت تسيب مسافه من السلوك اطول شويه جوه اللوحه، علشان لما حد يجي يعمل صيانه بعد كده يعرف انه في حاله اي حاجه يعرف انه يتحكم كويس. بس انا السلوك هنا طويله بشكل كبير شويه، فكانت عامله زحمه جدا جوه اللوحه. فانا الاول ابتديت اطلع خطوط الفازات اللي المفروض رايحه للاحمال اهي، اللي هي دي كده، وهبتدي اقصقص بقى الخطوط دي، اقصرها كده وادخلها في المفاتيح على طول هنا، يعني بحيث ان انا اسيب مسافه جوه اللوحه، وانا عارف ان انا مش هحتاج في المستقبل الاطوال دي. فانا دلوقتي هقصقص الخطوط دي وارجع اركبها تاني جوه المفاتيح بعد ما افضي الزحمه دي شويه كده. وده كده بعد ما قصرت خطوط الفازات ودخلتها اهو. دخلت هنا، دخلت في المفتاح ده وفي المفتاح ده. طبعا فضيت المفتاحين دول علشان هعملهم رئيسي دلوقتي، هدخل على ده الفازه وهدخل على ده النيوترال، وخليت الاتنين دول لبقيه احمال الشقه. بص الفازات اهي قصرتها ودخلتها. طبعا الكباري اللي تحت دي هشيل الكوبري ده، هظبط بقى ان انا اعمل مفتاح رئيسي للفازه ومفتاح رئيسي للنيوترال. وكابلات النيوترالات دي يبقى انا عندي مفيش زحمه في اللوحه غير كابلات النيوترالات دي، بحيث ان انا ابقى اعرف ادخلها يعني. لكن كابلات الفازات كانت عامله زحمه وكانت هتضايقني لما احط المفتاح اللي هو بتاع الفولتج كارنت بروتكتور. خلينا بقى نكمل العمل. ودلوقتي انا اخدت المفتاحين دول رئيسي، ادي الخط الفازه المفتاح الاولاني، والخط النيوترال ده في المفتاح الثاني. هبدا بقى اخد من دول واحط هنا مفتاح الحمايه واطلع منه للاحمال للشقه. وادي مفتاح الحمايه بركبه اهو، ركبته على البارة. طبعا هنا زي ما وضحنا في الفيديو بتاع شرح المفتاح ده، ادي ان يعني الدخول، وهنا ال الفازة، وهنا النيوترال. تمام. هبدأ اخد بقى كوبري من هنا من الفازة لل هنا، واخد كوبري من خط النيوترال هنا، واطلع بالاوت كوبري هنا لده كده. يبقى هو ده الكوبري، وده هطلع النيوترال على اللي هي خطوط النيوترال دي كده. هتبقى كده، هنشوف دلوقتي. وبكده بعد ما وصلت التوصيلات بتاعتي، ادي خط الفازة الرئيسي داخل على مفتاح الفازة الرئيسي، وادي خط النيوترال الرئيسي داخل على مفتاح النيوترال الرئيسي. طيب الفازة طالع من مفتاح الفازة رايح فين؟ بكوبري اهو رايح على مفتاح الحماية، والنيوترال خارج من مفتاح النيوترال رايح على مفتاح الحماية. الفازة داخلة في مكان الفازة اللي هو ال، والنيوترال داخل في مكان النيوترال اللي هو الان. وبعدين الخروج ادي خارج اهو من ال سلك كوبري علشان يروح يغذي الاحمال بخط الفازة، وخارج من خروج الان خارج خط النيوترال عشان يغذي خطوط النيوترال للاحمال. بس. وده بعد ما حاولت ارتب وافضي اللوحة على قد ما اقدر.
طبعا بتأكد من التربيطات بتاعتي منعا لأي مشاكل لا قدر الله. ببدأ بقى ايه، بدخل السلوك دي كده. انا كده فضيت اللوحة، هبدأ اركب الوش واوصل الكهرباء. ويلا بقى نجرب الدنيا كده أأمن طبعا، لان انا كده فاصل الكهرباء كلها. يعني انا هنا رافع كهرباء الشقة، عمل الشقة تمام، لكن انا هنا ده الخط الرئيسي فازة وخط رئيسي النيوترال نازلين، انا كده فاصل الكهرباء تماما. وده أأمن في حالة الخطورة لا قدر الله، اي حاجة اي نوش كده ولا كده. سهل على اي حد في البيت حتى لو مش متمرس في الكهرباء اللي هو ينزل المفتاحين دول على اساس ان ده الكهرباء الرئيسي وهو بيفصلها. طيب يلا نجرب. ادي وصلنا كهرباء، المفتاح بيقعد 5 ثواني ويوصل كهرباء. كده هو وصل كهرباء للشقة. دلوقتي الفولت 216 فولت 214 فولت، والامبير المسحوب 1.1 للتلاجة هي اللي سحبه الامبير ده. انا لو حابب اظبط السيتنج، انا كنت طبعا شرحت لك فيديو عن تظبيط السيتنج للمفتاح ده. انا بدوس على ست كده، الفولت ما يتعداش 250 وما ينزلش على 190، والاكشن تايم 1/10 ثانية في حالة ارتفاع الفولت. الامبير 35 امبير. انا المفاتيح عندي هنا 40 امبير صحيح، فانا عاملها 35 امبير لان الاحمال هنا مش كتير. واللي بعد الامبير الاكشن تايم بتاع الامبير 1/10 ثانيه في حاله ان الامبير تعدى 35 امبير. بعد كده بدوس ست. المحاولات بقول له حاول مره واحده بس في حاله ارتفاع الامبير، حاول مره واحده. لو لسه الامبير مرتفع ما تحاولش تاني. والتايم اللي هو بتاع في حاله ارتفاع الامبير 60 ثانيه. انا بسيب السيتنج زي ما هي كده تمام. ويلا بقى ابدا اقفل وش اللوحه. وده بعد ما قفلت وش اللوحه بمسمارين يمين وشمال. الموضوع سهل جدا. ولحد كده ان شاء الله نكون عرفنا كل حاجه عن مفتاح الفولتج كارنت بروتكتور، وعرفنا ازاي نظبط اعداداته وازاي نركبه على لوحه الكهرباء الموجوده عندنا في الشقه. لو استفدت مني حاجه يا ريت تدعي ليا وليك بالصحه والستر وراحه البال والهدايه للطريق الصحيح والمستقيم.